السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض طريقه عمل البيتزا في البيت. عايزه اقولك كده حاجه جميله جدا وسهله خالص، والولاد كلهم بيحبوا البيتزا، وحاجه مش هتاخد منك وقت ولا مجهود خالص في عمايلها. اول حاجه كده هنجيب معانا نص كيلو من الدقيق، معاهم معلقه كبيره من الخميره، ومعاهم 5 معالق من الزيت، ومعلقة كبيرة من الزعتر، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من السكر. وبنبدأ بقى بنقلب كل المكونات دي كده في بعضها، وبننزل بقى بكوباية مية دافية كده، بننزل حبة حبة كده لحد ما العجينة تظبط معانا. طبعا المعجنات يا جماعة بتبقى عايزة عجن حلو كويس قوي علشان تديكي نتيجة في التسوية كويسة. طبعا احنا هنا يعني خلاص كده، كنا خلاص كده حطينا المية بتاعتها خلاص. بنزلها بقى على الرخامة كده وبكمل عجنها بقى، لان هي بتحتاج عجن كويس قوي. كل ما عجنتي المعجنات كويس، كل ما ادتك نتيجة كويسة جدا في التسوية وفي الطعم كمان. طبعا انت بتفضلي بقى تعجني فيها لحد ما تلم معاكي، تعرفي ان هي خلاص العجينه بقت كويسه من ايه. لما تلاقي العجينه خلاص بطلت انها تلزق في ايديكي، وخلاص العجين فك من ايدك، فبتبدأي كده خلاص تتأكدي ان العجينة كده ظبطت معاكي ومش محتاجة عجن تاني. لكن هي طول ما هي بتلزق في ايديكي اعرفي ان هي لسه محتاجة عجن. هنا بقى خلاص كانت كده خلاص اتعجنت كويس جدا، وانا كده كنت بلم فيها اهو زي ما انت شايفة كده. وهنسيبها بقى تخمر بمعدل مثلا من نص ساعة لساعة الا ربع لحد ما تخمر. طبعا انتي هنا بتغطيها وبتسيبيها بقى لحد ما تخمر خالص. طبعا في الفترة دي على بال ما هي تخمر احنا هنجهز الحشوة بتاعتنا. اول حاجة كده بنجيب طاسة على النار وبنحط فيها معلقة سمن او معلقة زيت، وبننزل بقى بربع من اللحمة المفرومة. ده ربع كده كان عندي في الفريزر، وطبعا عليه البهارات والبصل بتاعته وكل التوابل بتاعته. انا بفك من بعضه كده، وبتبدأي بقى تشوحيه كده مع معلقة السمنة او الزيت لحد ما اللحمة خلاص كده تتخدع كده كلها ببعضها وتستوى. وبعد كده خلاص بقى بتركنيها على جنب. تاني حاجة بقى بنعملها، طبعا انا بحب احط مع البيتزا كده بصلاية كده متكرملة. بتدي طعم حلو قوي للبيتزا، يعني جربيها كده هتحبيها. ده لو انتي مثلا بتحبي تحطي بصل على البيتزا، مش بتحبي خلاص ده مش اجباري يعني. بنحط بقى كده البصلاية على النار، ومعاها معلقة من الزيت، ومعاها معلقة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وبنبدأ بقى نشوح فيهم كده. طبعا بنكون موطين النار مخلينها وسط كده، وبنسيبها بقى لحد ما تتكرمل مع نفسها. هنا بقى طبعا كنا بنقطع طماطم وفلفل، طبعا بتقطعيهم حتت صغيرة كده زي حتت السلطة. طبعا بتجهزيهم برضو كده معاكي. لو عندك فلفل الوان بقى ممكن تحطي، ما عندكيش مش مشكلة خالص، هتديكي برضو طعم ونتيجة كويسة. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك فيها وتدعموني عشان نفسي القناة تكبر بيكم ان شاء الله يا رب. وهنا بقى كان خلاص كده البصلة خلاص، انا بوريها لكم كده كانت اتكرملت بقى خلاص كده. عايزه اقول لك كانت دبلت خالص وتبقى شبه مستويه يعني. وكمان كانت العجينه بتاعتي خمرت بقى زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا كنت بقى كده بلمها على بعضها كده، وهجيب بقى القارب اللي انا هعمل فيه البيتزا. طبعا ده قارب كبير جدا يا جماعة، 30 في 40، يعني حجمه كبير. فانا هعمل فيه العجينة. هبططها بقى كلها كده فيها، هبدأ افردها بقى، بس لازم بتعصيه زيت كده الاول علشان طبعا العجينة ما تلزقش، لما تستوي ما تلزقش في الصاج من تحت. بتبدأي بقى تفرديها كلها كده زي ما انتي شايفة. يا رب الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم ان شاء الله، ومستنية بقى تعليقاتكم وتجربتكم كمان للبيتزا هتعجبكم قوي. هنا خلاص كده كانت اتفردت كلها. طبعا بتزغديها بقى كده بالشوكة كده، بتطلعي كل الفراغات والهواء اللي بيبقى في العجينة. طبعا الحركة دي مهمة جدا يا جماعة، لازم تعملوها. وبعد كده بقى بنجيب معلقتين كبار من الصلصة. طبعا بتكوني حاطة على الصلصة شوية ملح وشوية فلفل اسود كده بتحدقيها.
وبتكوني بقى كده خلاص حطيتيها كلها وزعتيها، بتنزلي بقى باللحمه المفرومه. لا، قبل ما بنحط اللحمه المفرومه بنحط البصله. بنحط البصله كده اللي احنا كنا مكرملينها الاول، وبعد كده بننزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. وبنحط بقى الطماطم والفلفل بقى اللي انت كنتي مقطعاهم، طبعا بتحطيهم بقى كده، وبتفضلي تضغطي بقى عليهم كده عشان الحشوه ما تقعش من العجين لما تستوي. وبعد كده بقى اخر حاجه بنحطها طبعا الجبنه الموتزاريلا بقى، عندك جبنه رومي حطي، عندك جبنه شيدر حطي، اي جبن بقى عندك بتحطيها ما بتقولش لا يعني. واخر حاجه بقى بتحطي شعره كده من الزعتر. الزعتر على الجبن والمعجنات يا جماعه بيبقى مدي طعم حلو قوي. هنا بقى خلاص كده كانت طلعت من الفرن، شوفوا شكلها جميل ازاي ومستويه كده وطريه كمان وحاجه كده حلوه قوي. بصوا شكلها جميل قوي قوي. جربوا الوصفه دي يا جماعه هتعجبكم جدا، وبسيطه ومش مكلفه خالص، وحاجه حلوه. الولاد بيحبوا البيتزا عموما، هيفرحوا بيها جدا، واحسن ما تشتريها من بره بمبالغ يعني. انتي ممكن تعمليها لهم في البيت باقل التكاليف. زي ما انت شايفه كده انا كنت بقى خلاص كده كنت بقطعها، هي كانت بردت شويه كده كنت بقطعها، وهوريها لكم بقى كمان من جوه مستويه ازاي، والعجينه هشه خالص ومستويه خالص. بصي شكلها جميل جدا وطعمها كان حلو قوي. هنا انا كنت بدوقها كده وبوريها لكم بقى ان هي مستويه والعجينه من جوه مستويه خالص. بصي مستويه ازاي، جميله 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 وهشه خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والطريقه كمان تكون عجبتكم، ومستنيه بقى ان شاء الله تعليقاتكم كده ولايكاتكم.